يا صباح الفل عليكم يا حلوين. النهارده كده مع بعض هنعمل كيكه من انجح الكيكات اللي بجد ممكن تجربوها. كيكه الخلاط مفيش اسرع ولا اسهل منها. في اقل من 10 دقايق هتكوني محضراها. ارتفاعها عالي جدا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. هقول لكم النهارده كل الاسرار اللي تطلع معاكي كيك ناجح من اول مره. بس يا ريت لو اول مره تزوري قناتي، انا اولا اسمي دعاء. يا ريت لو ما اشتركتيش في القناه اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. نبدا كده على طول نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه النوع دي اللي انا بستخدمه، انا بستخدم دي جميع الاستعمالات. ده بالنسبه لي احسن نوع انا بستخدمه بالنسبه للمعجنات، بالنسبه للكيك، بالنسبه للفطاير، حلو قوي قوي. طبعا ممكن تغيري النوع بس المهم تجيبي كل الاستعمالات، ما تجيبيش مثلا دي خاص بالكيك او دي مثلا خاص بالمعجنات، لا استخدمي كل الاستعمالات في كل حاجه. هيطلع معاكي مظبوط جدا. دلوقتي هنبدا بقى نعاير كميه الدقيق بتاعتنا. انا النهارده هعمل معيارين، يعني بالظبط كاني هعمل صينيتين في صينيه واحده. الصينيه اللي انا هستخدمها مقاسها 30 في 40. لكن انت لو عايزه تعملي نص الكميه وتعمليها في الصينيه الوسط، الصينيه الوسط دي سواء مدوره او مستطيله او مربعه، المقاس التاني في مقاس الصواني اللي انت بتشتريها، الصواني المعروفه في كل البيوت. انا النهارده هعمل مقاس كبير اللي هو صاج كبير، بس ارتفاع الصينيه عندي عالي. فهعمل ايه بقى؟ هعمل 5 اكواب من الدقيق. زي ما قلت لكم انا بعمل صينيه كبيره عشان ما اقعدش اعمل كل يوم. لكن انت لو عايزه تعملي هتعملي نص المقادير بالظبط. فانا هعاير كده معايا 5 اكواب من الدقيق. لو انت هتعملي صينيه مقاس وسط هتعملي بس كوبايتين ونص من الدقيق. هنضيف دلوقتي كده عليهم 4 معالق كبار من النشا. لو معيار واحد هنضيف بس معلقتين من النشا. ودلوقتي هضيف معايا كيسين من كيك شيف. كيك شيف نتيجته ممتازه، يمكن اللي متابعني من سنين على قناتي عارف ان انا ما بستخدمش غير كيك شيف. الكيس الاخضر نتيجته بتكون سيئه جدا وبيخلي الكيك كمان لون غامق معاك. طبعا زي ما قلت لكم انا هعمل يعتبر صينيتين فاستخدمت معايا كيسين، لكن لو هتعملي معيار واحد يبقى تستخدمي كيس واحد، اللي هو معياره بالنسبه للمعلقه معلقه كبيره هرميه، يعني معلقه مليانه. كده المواد الجافه بتاعتنا جاهزه معانا تمام. هنبدا بقى نجهز دلوقتي كده مع بعض المواد السائله. هنبدا بقى نحط معانا في الخلاط 8 بيضات بدرجه حراره المطبخ. تمام. لو هعمل صينيه واحده يبقى هم 4 بيضات بس. انا بقول لكم المعيارين عشان بس ايه ما تتلخبطوش معايا. ورشه خفيفه قوي من الملح. تمام. والسكر بقى اللي انا بستخدمه لازم يكون سكر ابيض، خصوصا لو انا هعمل كيك فانيليا فعايزه لون الكيك يبقى فاتح معايا. ضفت هنا معايا بقى كوبايتين ونص من السكر الابيض. لو معيار واحد يبقى كوبايه وربع. ودلوقتي هضيف كده معايا كوبايتين من الحليب على الزبادي. ممكن حليب بس، ممكن زبادي بس، ممكن حليب على زبادي، ممكن لبن رايب، زي ما تحبوا براحتكم خالص. وعصير ليمونه كامله. طبعا انا استخدمت زي ما قلت لكم كوبايتين من الحليب على الزبادي. لو معيار واحد يبقى كوبايه واحده. وباذن الله هحط لكم المقادير في صندوق الوصف بتاع معيار الصينيه الواحده وبتاع معيار الصينيتين لو انت عايزين تعملوا صاج كبير بالمره. هنضيف دلوقتي كده معانا معلقتين كبار من الخل. انا بدات اخفقهم معايا في الخلاط وضفت معايا معلقتين كبار من الخل. والخل هنا عايزه اقول لكم بمثابه محسن للكيك بتاعك، بيفتح معاكي لون الكيك وبيحافظ على الكيكه بتاعتك لو هتقعد عندك فتره طويله. بعد ما ضفنا الخل هنبدا نضيف الزيت. كميه الزيت اللي انا هضيفها هي كوبايه ونص من الزيت، لكن لو صينيه واحده يبقى كوبايه الا ربع من الزيت. اهم خطوه بقى ان احنا لازم نضيف الزيت معانا سرسوب. ليه بقى؟ لان انت بتخفقي في الخليط ده من بدري، فلو نزلنا بالزيت مره واحده هيبدا يهبط الخليط ده معانا وطبعا هيبوظ معانا الكيكه. فلازم ننزل بالزيت سرسوب بالشكل اللي انتم شايفينه ده لحد ما نخلص الكميه بتاعتنا كلها. زي ما قلت لكم انا استخدمت كوبايه ونص من الزيت، والزيت احلى كتير من السمنه، بيدي هشاشه للكيكه حلوه قوي قوي ما شاء الله زي ما شفتوا كده معايا في البدايه. بعد كده هنبدا نضيف مع بعض الفانيليا. انا ما بحبش اضيفها من البدايه عشان كده تفضل قويه معايا. استخدمت كده معايا 4 اكياس من الفانيليا. هنبدا بقى نجهز الصينيه بتاعتنا. الصينيه زي ما انتم شايفين كده مقاسها كبير، مقاس 30 في 40. بالنسبه لمقاس الصواني مش هنقول ان هي الصينيه الكبيره، لا هي اكبر من الصينيه الكبيره كمان. يعني الصينيه الكبيره عندك بيكون مقاسها اصغر من دي، لا دي 30 في 40. ممكن الكاميرا تكون موضحه ان هي مقاسها صغير لكن هي مقاسها كبير. مقاسها زي ما انتم شايفين كده مقاسها 30 في 40. في طبعا صاج فرن بيكون مقاسه 30 في 40 بس الطوف بتاعه بيكون صغير، طبعا مش هينفع معانا خالص لان الطوف الصغير ده الكيكه هتطلع بره طبعا ومش هتنفع معانا. لكن الصينيه دي مخصصه للكيك وبتيجي فرداني، يعني بعيد عن الطقم خالص. دهنتها بالزبده او السمنه زي ما انتم شايفين كده، وبرده كمان بالدقيق، وبشيل كميه الدقيق الزياده. هنبدا بقى دلوقتي نجيب كده المواد السائله نضيفها كده على المواد الجافه ونبدا نقلب في اتجاه واحد. وقلبي بعزم شديد ما يهمكيش خالص، ده طبعا مش كيك اسفنجي فقلبي براحتك، لا الكيك هيهبط ولا يجرى له اي حاجه. لو مشيتي على الخطوات اللي انا عملتها تاخدي كيك ناجح باذن الله. فبقلب زي ما انتم شايفين كده بشده ومفيش اي مشكله خالص. الكيك معايا ما شاء الله ناجح من اول مره. طريقه الكيك دي بفضل الله انا بعملها ليا اكتر من 20 سنه وبتطلع ناجحه معايا، استحاله تهبط مني. باذن الله هتجربوها على طريقتي والله هتدعوا لي. هبدا بقى دلوقتي هقسم الخليط ده على جزئين. هخلي جزء بالفانيليا وجزء بالشوكولاته. طبعا ممكن نخليها كلها فانيليا براحتنا خالص زي ما نحب، او نخليها كلها بالشوكولاته. لو عايزين كلها كده
بالكاكاو. تمام، هتعملوا ايه؟ هتشيلوا 4 معالق من الدقيق وتضيفوا بدالهم 4 معالق من الكاكاو لو انتوا عايزين كلها شوكولاته من البدايه. وطبعا انا قلت 4 معالق من الكاكاو لان دول طبعا صينيتين، لكن لو صينيه واحده يبقى هما بس معلقتين من الكاكاو. انا طبعا عشان هعمل على نص الكميه فضفت بس معلقتين من الكاكاو على الجزء ده. تمام. بعد ما ننخل الكاكاو معانا، ودي خطوه مهمه جدا، لازم تنخلي الكاكاو عشان التكتلات اللي انتوا شايفينها الصغيره دي بمعلقه كده، ونبدا ننخلها كويس جدا، لان الكاكاو مهما برضو تنخليه برضو بيكون فيه كتل صغيره. فببدا كده انخلها كويس جدا، وبعد كده هضيف ليها معلقتين كبار من الحليب، ولو احتاجت معايا حليب تاني ممكن ازود معلقه كمان. يعني بقلب واشوف الخليط معايا يكون مظبوط. هنبدا نقلب دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، ده كده نص الخليط يا جماعه، كاني بعمل صينيه واحده. يعني انا كده لو انا عايز اعمل الكميه دي كلها كده بالكاكاو هحط معلقتين كبار من الكاكاو. بس طبعا من البدايه هبدا اشيل كده معلقتين كبار من الدقيق واضيف بدلهم كده معلقتين من الكاكاو، ومش هحتاج ان انا ازود حليب تاني. هنبدا بقى دلوقتي كده ايه نحط الايه الخليط بتاعنا. هنحطه بقى ازاي؟ هنحط الاول كده جزء من الفانيليا، وبعد كده جزء ايه من الشوكولاته، بالترتيب زي ما انتم شايفين كده. واهم حاجه معايا معلقه او سباتيولا عشان كده الخليط ما يدخلش في بعضه، لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. مش هتاخد معاكي اي وقت خالص. طبعا انا في المرحله دي لسه ما سخنتش الفرن، ودي خطوه مهمه جدا عشان في ناس كتيره قوي بتقول لما نبدا في خليط الكيك نبدا نشغل الفرن معانا. اول ما ابدا في اعمال الكيك ابدا اشغل الفرن. طبعا يا جماعه غلط جدا، في ناس افرانها بتبوظ الكيك. الفرن بيسخن جدا فبيسلق الكيكه معانا. انا ما بعملش الخطوه دي. انا بشتغل في الكيك لان ممكن ياخد معايا وقت، خصوصا لو انا بعمل جزئين زي ما انتم شايفين كده، فبتاخد وقت على ما اصب ايه الخليط معايا. انا اول ما ابدا كده اصب الخليط كده معايا في الصينيه ببدا اشغل الفرن بتاعي على درجه حراره 180، وبحط الصاجه او الشبكه بتاعتي في نص الفرن. بعد ما بخلص الكميه بتاعتي كلها بدي الكيكه بتاعتي خبطه على الرخامه، بدخلها الفرن على درجه حراره 180 زي ما قلت لكم في الرف الوسطاني. ما بفتحش عليها قبل 35 دقيقه وكمان 40 دقيقه. طبعا انا عامله كميه كبيره، الصينيه بتاعتي كبيره، فهتاخد معايا اقل حاجه من 40 ل 45 دقيقه. انا بعد الدقيقه ال 40 ببدا افتح الفرن بتاعي بالراحه وببدا اختبر الكيك. وما بختبروش بخله ولا اي حاجه، انا بحط ايدي كده على الخليط في النص. لو لقيت الكيك معايا طري من النص بستنى شويه مثلا 5 دقايق وابدا اشوف تاني. وما تقلقيش، في المرحله دي عمرها ما تهبط منك لو فتحتي عليها الفرن. طبعا الكيك بيستوي من الاطراف الاول وفي النص هو اللي بيأخر، فما تحطيش ايديكي على الطرف وتشوفيها استوت او لا. لا، حط ايديكي في النص. استوت معاكي تمام ولقيتها مش طريه تحت ايديكي يبقى هي كده خلاص استوت. خرجيها من الفرن مباشره، ما تسيبيهاش في الفرن عشان ما تغمقش طبعا ايه معاكي. بنطلعها بتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بستناها بس تبرد وببدا اقطعها. شايفين الكيكه ما شاء الله طالعه عامله ازاي؟ طبعا قطعيها بالتقطيعه اللي تريحك. انا عن نفسي بحب اقطع التقطيعه دي وبحطها كده في علبه حفظ، وكده الاولاد يبداوا ياخدوا منها. مش لازم حته كبيره لان ممكن حد ياكل قطعه ويسيب قطعه منها، لكن بالشكل ده لا هياخد قطعه يخلصها كلها، ولو احتاج تاني بيبدا ياخد. شايفين جمال الكيكه عامله ازاي؟ ولا غلطه. ان شاء الله هجربها بالطريقه دي وانا متاكده هتدعوا لي. وان شاء الله احط لكم المقادير في صندوق الوصف عشان طبعا ايه ما تتلخبطوش معايا، وباذن الله هتطلع معاكم ناجحه من اول مره. بكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموه باللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله.